وال والقايمه والكلام ده وبتاع. فانا جات لي فكره ان احنا سي مثلا ان في ان انا هتجوز مثلا. فتعالوا نشوف احنا لو هنتجوز جواز افريج، جواز في المتوسط ويمكن اقل من المتوسط، هيكلفنا كام. انا بجد عايز اشوف، عايزين نعرف احنا محتاجين كام، محتاجين كام عشان نتجوز. بصوا يا جماعه، طبعا طب قولوا لي عشان الواحد يتجوز محتاج ايه. اول حاجه جت في دماغي شقه، صح؟ اجهزه كهربائيه، محتاج عروسه. بس مش لازم نقول عفش مره واحده، يعني ممكن نقول مثلا ممكن نقول عفش ماشي. خلينا الشبكه والمهر، خلينا نقول شبكه، نقول شبكه، هي لا شبكه لا مهر. عروسه بلوازمها من الميك اب. لا ثواني. ويعمل مثلا الاشهار، اشهار، محتاج الاشهار، خطوبه، مصاريف الشهريه، هدايا يا باشا وترفيه. هدايا يا باشا. لا احنا عايزين حاجه افريج يا جماعه، حاجه افريج. انتوا كده، انتوا اللي بتعقدوا الدنيا كده. موبايل تاني يوم الخطوبه. فسح قبل وبعد الخطوبه. ايه تاني؟ عربيه. في مصر لما تتجوز انت محتاج عربيه. بس للاسف احنا عايزين نعمل جوازه افريج. عربيه ديت لوحدها بكوم. خلاص بدل العربيه حط مصاريف مواصلات. ما هي دي المصاريف الشهريه. محتاجين الشقه، محتاجين الشبكه، محتاجين العفش، محتاجين المطبخ. صح 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 صح. المطبخ ده حاجه لوحدها. الاشهار ده فيه اوراق واجراءات. صح. غرفه اطفال يا عم. هم الناس خلفت يا ابني، والناس لسه اتجوزت عشان تخلف. متفقين ان خلاص احنا كده تمام. انت كده راجل راشد، رشيد، ما اعرفش انطقها ازاي. بالغ، بالغ، لست غلام. تمام. شخص تمام الحمد لله، فاهم، والحمد لله ربنا رزقك ببنت الحلال. فانت رحت اعجبت ببنت حلال، فانت رحت تخطبها. فانت كده خلاص تمام. هتبدا في بروسس الخطوبه. مبدئيا الخطوبه ديت انت اكيد اعتقد بتجيب فيها نص الشبكه، صح؟ ها يا جماعه، الخطوبه دي انت بتجيب فيها نص الشبكه تقريبا. بس خلي الشبكه احنا حاطينه بند لوحده فمش هنحسبها. الخطوبه انت محتاج، انا الصراحه من رايي، انا طالما راجل على قدي ماديا، هعملها في البيت. في البيت عند الناس اللي انا بخطب بنتهم، او عندي انا في البيت، او في مكان صغير. واعزم قرايبنا، بس اعزم الناس اللي قريبه مني قوي عشان الموضوع ما يتكلفش جامد. فاقول ان انا هصرف لي في سكه 5000 جنيه مثلا، لو انا هعملها في كافيه كده على قده والكلام ده. فاقول 5000 جنيه، نتكلم مثلا في اولموست $100. انت ممكن تجيب كده حته ضيقه مثلا في بيتكم. المهم ما تخليهاش انها تعدي 5000 جنيه. تمام. والدنيا تمام. ظبطت الخطوبه، عزمت الناس. طيب احسن حاجه الخطوبه ما تعديش سنه، لان اصلا انك تخطب اكتر من سنه ده كتير. بجد يعني حرام انك تخطب اكتر من سنه. ده مصاريف ايه بالظبط؟ الخمسه. المكان اللي انت هتجيبه ايا كان او هتظبطه للنعيم الجهل. ليه يا عم؟ ليه يا حبيبي؟ هو انت ليه يا جماعه عايزيني اروح مكان غالي؟ ما انا اروح اعمله في بيتي، في شقتي الصغيره، شقه اهلي، شقه ابويا وامي الصغيره ديت، اقعد فيها، اعمل فيها اظبطها كده والناس تيجي نشغل لنا اي حاجه. 6 شهور ايه؟ هتعرفها ايه في 6 شهور؟ لا سنه حلوه. سنه حلوه يا جماعه. بيقول لك سعر الشوكولاته. انا بقول يا جماعه افريج سعر الشوكولاته ايه اللي ب 5000 جنيه يا عبد الرحمن؟ يا جماعه ما تشغلوا دماغكم معايا، ابوس ايديكم والله بقول لكم افريج. يعني انا لو هجيب مثلا حاجات، هجيب شوكولاته مثلا يا عم ب 500 600 جنيه. هجيب مثلا بال 5000 جنيه ديت ممكن اجيب بيها 2 3 كيلو لحمه مثلا، نعمل عشوه بسيطه كده. غديوه، غديوه كده بسيطه للناس تاكل. مش هعزم كل الناس، هعزم اللي قريب مني قوي، وهم اكد على العروسه او خطيبتي انها تجيب الناس اللي قريبه منها قوي بس. ده ست على قدي. ايوه واحده واحده. شوف يعني مثلا انا هعملها في البيت ماشي. سي ان انت عندك شقه صغيره، شقتكم صغيره يا عم. فانت هتجيب بقى برواز كده بتاع اي حاجه. وبعدين يا عم اهو، هتجيب كام كيلو لحمه؟ هتجيب 3 كيلو لحمه، 3 او 4 كيلو لحمه، 4 كيلو لحمه.
خلينا نكتب عربي. 4 كيلو لحمه. احنا بنكتب الطلبات دلوقتي. تمام. وهتجيب مثلا علبه شوكولاته كبيره كده، علبه شوكولاته. انتوا بتقولوا لي مش هتلاقي علبه شوكولاته يا عيني بالسعر ده. تعال يا عم، تعال. علبه شوكولاته. مش لازم تجيب براند يا حبيبي، مش لازم تجيب براند يا روح قلبي. اهي. هتجيب من دي كام واحده؟ هتجيب من العلبه دي كام واحده؟ هتجيب مولتو يا عم، يا عم مشيها. جيب مولتو يا عم، مشيها يا جماعه. والله والله هترزق يعني والله. خمسه قليل مين؟ والله خمسه، خمسه هتمشي اهو. جيب دي يا عم، جيب دي، جيب اتنين تلاقي يعني. جيب يا عم، يعني دي غاليه. يعني اهو جيب يجي خمسه سته يا عم. يا عم خد 1000 جنيه جيب بيها مثلا من بتاعه الكيت كات ديت، هتجيب منها خمسه. هتجيب 4 كيلو لحمه، شويه تظبيطات كده مثلا. كام زينه، هتجيب حته زينه. 4 كيلو لحمه دول يعملوا لهم كام؟ 2000 جنيه مثلا. وزود 500 جنيه مثلا للحاجات اللي هي جنب الاكل. ولا يا عم 1000 جنيه يبقى 3000 جنيه، و1000 جنيه علبه شوكولاته يبقى 4، و1000 جنيه زينه. هتجيب زينه للبيت، تزين بيه البيت كده ويبقى منظره حلو برضو. 1000 جنيه يا عم اهو. الدنيا مشت اهي. مشيوها. والله تمشي. والله تمشي يا جماعه. كيلو اللحمه 340. مثلا انت ممكن تجيب لي كيلو اللحمه 340، كل ده هيكلفك $100 او 5000 جنيه مصري. بلاش الجواز عرفتونا. شكل الجيبك يا عم شويه، خليهم 10 احتياطي حتى. انا بتكلم انا عمر، انا بادجت قوي، انا بادجت قوي. قوي تمام، حلو قوي. طيب الفسح. طبعا انتوا هتقعدوا سنه، 52 اسبوع، 52. قولوا ماشي، قول هتخرجوا مره في الاسبوع، مرتين يعني مره احنا ناس على قدنا مره. قول في مرتين في الاسبوع، مرتين في الاسبوع. يعني انت هتخرج 104 خروجه. الفسح 104، 104 انا بص حاسبها بالخروجه. انا حاسبها بالخروجه. تمام، حلو قوي. طيب هل ال 104 خروجه ديت تروح يعني انت بتخرج معاها مرتين في الاسبوع، تروح انت مطلعها في اماكن غاليه؟ يعني لا، يعني مشيها مثلا، مشيها اماكن عاديه، مره تروح لهم وتاكل عندهم، يبقى خروجه ببلاش. بس طبعا هتجيب لهم هديه في الاحراج ده. لا بقى خش بقى اقول لهم يعني ما تجيب لهمش هديه، روح قول لهم ما انتوا اهلي، يعني ليه اجيب لاهلي هديه؟ اخرج لهم مثلا. عدا طبعا، في مره عدا في كافيه محترم، في مره تمشوا جيب لها اي حاجه، ايس كريم الكلام ده عشان تتكلموا والكلام ده. المره ب1000 مثلا. يا ربي يا ربي. الناس مش فاهمه ان انا والله ماشي على بادجت، والله ماشي على بادجت يا جماعه. فانا هدي للخروج الفسح ال 104 خروجه ديت 10000 جنيه، يعني $200. مقاس رجليها وبعدين قعدها على القهوه. لا لا لا، اوعى تقعد مراتك في قهوه شعبيه لانها معظمها رجاله. ولو انت هتقعد معاها في كافيه يبقى في ستات كتير وفي رجاله كتير، حلو. لكن ما تروحش على قهوه شعبيه مليانه رجاله يعني. ما تقعدش خطيبتك اول مره سوشي بعد كده، لا يا جماعه. ما انا اسف يا جماعه، ما هي اكيد، هي اكيد يا جماعه، هي اكيد فاهمه ان جوزها على قده ماديا. واكيد هو مش غبي ان هو يروح يتجوز واحده اغنى منه. مره كبده وسجق، مره قصب، مره ايس كريم، مره يقعدها في كافيه محترم قوي. ايه يا عم $10 مش هيجيبوا كوبايتين شاي؟ يا رب على الناس، يا رب. الناس بقت كده ليه يا جماعه؟ انتوا في ايه يا جماعه؟ هو انتوا كلكم اغنياء وانا اللي فقير؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انتوا جبتوا له صداع. يا عبد الرحمن، يعني مره يروح لهم بيتهم. انت اللي فتحت الموضوع، ما انتوا مش فاهمين. انا بتكلم في بادجت. اصل كده البادجت 94 جنيه، انت بتتكلم في ايه؟ لا يا جو بس خليك منطقي شويه، 10000 في السنه حرام عليك. يعني ايه يا جماعه الخروجه كده افريج كام؟ ما هو انا مش لازم كل خروجه اخرج ب 200 جنيه 300 400 جنيه. ممكن خروجه والله امشيها ب 100 جنيه. بس بصوا انا هضاعفها، خليها 20000 جنيه. قوه الا بالله.
خليها 20000 جنيه تمام افريج. انت مره وديها مكان غالي قوي، مره وديها مكان هادي، مره وديها اتمشوا بس، جيب لها ايس كريم. يعني والله هي اكيد فاهمه، طالما انت مختار واحده كويسه هي اكيد فاهمه ان انتوا الاثنين على قدكوا في الماديات. تشوف يا ابني، ما هو انت خرجتها، مره تروح عند اهلها، مره تعزم اهلها عندكم، الكلام ده هتمشي الدنيا. ما عندنا في مصر برضو كده نبال، احنا بندفع كل حاجه ما تقلقش. احنا هنا لا انا فاهم قصدك يا نبال، بس احنا هنا مثلا، احنا هنا متفقين ان الراجل هو اللي بيدفع كل حاجه. المهم يا جماعه، المهم ننتقل. احنا كده اتفقنا ان هو حاطين 20000 جنيه. ظبط دنيتك، مره قابلها مره في الاسبوع، مره ما تقابلهاش كلمه في التليفون. ظبط دنيتك، خشوا فيس تايم، بلاش فيس تايم، خشوا جوجل ميت، كده يعني ظبطوا دنيتكم. يعني انت قسم انت، ويا ريت يا ريت تقول لها قبل الخطوبه ان انت احوالك ايه. يعني انا والله اخري كذا، انا مرتبي كذا، انا الدنيا بتاعتي كذا، انا الدنيا بتاع كذا. يعني اقل طلعه من الخطيبه بدك 15000 جنيه مثلا. ليه يا نبال؟ انت فكر مصر عامله ازاي يا نبال يا حبيب قلبي؟ جوجل ميت ايه مديرتك؟ ليكوا بتجيبوا كل ده ليه؟ انت بنت ميسي. طيب تمام انت قلنا خلصنا الموضوع ده. يبقى انت محتاج كده في فتره الخطوبه 25000 جنيه، خمسه تظبط بيهم الخطوبه على الضيق، عشان ما حدش يقول لي انت جايب منين الارقام دي، ده مصروف ابني الصغير. انا بتكلم واحد يا عيني قاعد مع اهله في بيتهم، فهيمشيها الدنيا على الضيق. والفسح اهو هيمشيها بادجت 20000 جنيه فسح، ويخرج ويتعرف على العروسه، وان شاء الله ان شاء الله بقى ربنا يكتب لهم بقى التوفيق، وان ربنا يريد ليهم الزواج يعني وكده، يبدا بقى يفكر في ايه؟ في الشبكه. تعالى كده نشوف جرام الذهب بكام. عيار 18. يعني اكيد بقى مش هنجيب عيار 24 وعيار 22 و25 عيار 18. فاحنا بنتكلم في 5600 جنيه. يا نهار، 5615. الدبله بس هتاخد لها 50000. هتجيب عيار 18 عادي يا باشا. اقول لهم ان انا والله اقدر اجيب عيار 18، هجيب ده بعيار 18، هجيب دبله وعيار 18 السلسله ده ايا كان. خلينا نحاول نعمل بادجت حلو. قول ان انت هتجيب 20 جرام اقل حاجه بالدبله. 20 جرام بالدبله. الدبله هتطلع لها 5 6 جرام، يبقى انت هتجيب 15 جرام ذهب. دول عاملين كام؟ طلع علينا الرقم الغبي ده. يا جماعه، هنتكلم في 2400 دولار. حلو قوي. انت هتجيب 20 جرام. انا متخيل جوه بيتعامل في الموقف ده. الله يرحم ايام ابويا. ليه يا عم؟ ايه المشكله؟ مفيش 20، لا عادي 18. اللي هو مال الدنيا اصلا. في مصنعيه يا حبيبي بقى، ما انت توتال. يعني خلينا من غير المصنعيه، يعني كانت المصنعيه نظام. نبال انت بتعايرنا بفقرنا يا نبال. احنا على قدنا يا نبال. احنا هنعمل الخطوبه كلها، احنا هنعمل كل خروجه ب 200 جنيه يا نبال. انت اصلا بتتكلم الكلمه بتاعتك ب 10000 جنيه. احنا على قدنا يا نبال. يبقى 20 جرام 2000. ده دلوقتي ده اغلى حاجه لحد دلوقتي، يبقى 112000 جنيه. طبعا يا جماعه لو حد عنده، يعني لو حد عنده اخت بنت وكده برضو يفكر في الموضوع ده، ان هو ما يعملش نفسه ويخش يقول للشخص اللي عايز يتجوز اخته، او يقول له هات لنا 50 جرام ذهب، هات 100 جرام ذهب. ليه يا حبيبي؟ يعني برضو ونفكر برضو احنا من ناحيه البنات، زي ما الرجاله بتفكر من ناحيه البنات نفكر. فيديو بعنوان منع الجواز. لا مش للدرجه دي، الصعايده بيجيبوا 100 جرام اقل حاجه. طيب دول انا يا جماعه والله بتكلم على الافريج. يا عم يوسف انا بطلع مع اصحابي بضيع 10 جنيه وبرجع البيت مبسوط. احنا ادفع من الكلام ده. مع 20 ده مش افريج، ده اقل حاجه. يا ريت نلغي التقاليد بتاعت ال 500 جرام وال 40 فوطه. كده متفقين على الخطوبه. عملنا خطوبه على الضيق كده في بيت ابويا وامي، تمام 100 100. طلعنا كده كام فسحه ب 20000 جنيه حلوين، وجبنا 20 جرام ذهب ب 100 وحاجه. حلو قوي. نبدا بقى في الاشهار في عندك ايه؟ عندك الاوراق والاجراءات دول تبع بعض. الاشهار المأذون مثلا نقول هيكلفك، قول المؤخر. هتكتب مؤخر مثلا ليها ب 100000 جنيه. مؤخر انت مش هتدفع المؤخر،
بس هتدي لها مؤخر 100,000 جنيه. ده انت مش هتدفعه، بس انت لازم تدي لها مؤخر، لازم تكتب لها مؤخر. المأذون هياخد له مثلا 10,000 جنيه ده، او او يعني قول لو يعني قول هتفاصل معاه، قول 6,000 جنيه المأذون قول 8,000 جنيه يا عم، قول 8,000 جنيه مأذون، يعني $170. المأذون بياخد 5 و10 حاجة كده. يعني ايه مؤخر؟ مؤخر يعني لو مؤخر ده بيبقى دين ليك للزوجة، جزء من المهر بس بيكون مؤجل. مظبوط يا درك. خليها مليون، انت كده كده مش دافع. انا دافعه ان شاء الله يتناقل بالذهب، بالذات الناس استحملت اللي فات. يعني ايه مش دافعه؟ ده دين عليك، انت لو مت وما اديتهوهاش ده انت، ده انت كده هتبقى مديون. لو انفصلوا هو اجباري يدفع، بس هو حتى لو ما انفصلوش او ما اتطلقوش لازم يدفعوا. ورق اجراءات مثلا هتمشيه ب 2000 جنيه، مش حاجه يعني. طيب اخر حاجه بقى، المكان اللي انت هتشهر فيه. نعمل بادجت. انا مش هعمل فرح. انا هجيب عربيه واحد صاحبي، لو عندي واحد صاحبي عنده عربيه واخدها منه ببلاش، ما عنديش هأجر عربيه، وهروح مسجد الشيخ يكتب عليا انا ومراتي نطلع على بيتنا. بس كده. الكلام ده هيكلفني ثمن العربيه الايجار، وقول يا عم هتكلفني 500 جنيه. اللي عنده كلام غير ده يبقى بيستعبط. انا مش هعمل فرح. سكه ودغري. دول $11. دي مراتك طيبه قوي. اول حاجه على فكره، بعيدا عن الموضوع ده وبجد وهزار والكلام ده، هو انت عبيط يا ابني منك ليه انك تبدا حياتك وتبدا مع حياتك مع مراتك باغاني وفرح وناس ترقص والكلام ده حرام يا ابني. دي كميه ذنوب انت بتشيلها انت ومراتك قبل ما تبداوا حياتكم. والله حرام. يعني حتى لو انت غني ومقتدر، اعمل كده عزومه على النيل مثلا، والله روح اعمل عزومه على النيل حلوه كده، جمع قرايبكم، كل حاجه. انت هتأجر 128؟ لا والله. والله شو هو بيقنع اهل والله ده اللي انا بتكلم فيه الصح. الناس مش مصدقاني ليه؟ والله ده الصح. انت ما ينفعش تعمل فرح، ده حرام والله بجد. صرت عشان مراتك من دلوقتي، يعني ربنا يكون في ام مراتي يعني ولا ايه؟ لا يا جماعه. ال ازاي يا جماعه؟ والله بجد حرام. اعملوا، ما تشغلش اغاني. ما انا بقول يا رحمه لو انا مقتدر هروح على النيل كده، اجر مكان كده شيك حلو قوي، عزومه حلوه قوي، المأذون الدنيا تمام، يلا بينا وخلاص. نتجوز نروح بيتنا. الفرح عندنا 3 ايام يا جو، ويعملوا لك حاجه اسمها حنه، وحنه للعروسه وحنه للعريس. ليه يا حبيبي؟ هو انت رايح تشاهد؟ انت رايح تتجوز. انت صح والله يا يوسف، بعيدا عن الترول، بس ممكن تعمل فرح كويس ما فيهوش الحرمانيات دي. بالظبط بالظبط. طيب انا مش مقتدر يا باشا، اخد مراتي على الجامع الشيخ يكتب علينا اخد مراتي للبيت. سكه ودغري. باين اهل العروسه في اللايف. انا عزومه كبيره اعزم الناس، او فرح الرجاله لوحدهم والبنات لوحدهم. اه صح، احنا ما حسبناش الحنه، بس دي للعروسه بس اصلا. فهي لو حابه يا عم حنه مين بقى؟ حنه مين يا صاحبي؟ هنعمل حنه ليه؟ صاحبتي في العريش نفس النظام. الفرح عندنا يا جماعه ايه ده؟ انتوا بتقولوا ايه يا جماعه بجد؟ هي كافيه. لا يعني مش كافيه، يعني مكان كده شيك. لو انت مقتدر خدها اي مكان حلو، اعمله نظم في مكان حلو. معلش ما عملش خطوبه هيعمل حنه؟ لا لا. انا بقول للناس على قدي، بقول للناس هعمل على بادجت، هعمل الدنيا على بادجت. الناس بتتكلم في ايه؟ يا جماعه دي نكمل موضوع الحزمه. تعال نشوف. صراحة ده مش مسجد، ولكن دي حفلة جواز صاحبي الغيني في فرنسا. محمد شاب غيني اتعرفت عليه من حوالي 3 سنين لما كنت في اليونان، ومن وقتها وهو من أعز أصدقائي لأنه شاب متدين ومحترم وخلوق جدا. المهم كلمني وعزمني على الفرح وأنا وافقت بكل تأكيد. كنت مفكر إن الفرح هيكون في قاعة ومهرجانات وكده، لكن طلع العكس خالص. أول حاجة ركبنا من باريس باتجاه بيت طالب من طلابه، وهو اللي اقترح على محمد إنه يقيم الحفل في بيته. دخلنا صلينا الظهر جماعة لأن الظهر أذن وإحنا في الطريق. بعد كده لقينا بعض المشروبات
المشروبات الخاصة بيهم ومشهورة جدا في بعض الدول الأفريقية وغينيا طبعا، وده مشروب عامل زي الكركديه لكن بارد. بعد كده جابوا لنا أكل لأن كنا جعانين شوية زي تصبرة يعني، وكانت عبارة عن رز وخضار ولحمة بتشبه جدا الطاجين المغربي. بعد كده بدأت الحفلة، والحفلة كانت عبارة عن دروس. يعني ده راجل مقتدر من الاخر، ده كده راجل مقتدر وعمل بقى عزومه والكلام ده وكل حاجه وبعد عن الحرمانيات اهو. بس يا جماعه مش عايزين حاجه. يا جو انت مقتنع بالكلام اللي بتقوله؟ والله العظيم مقتنع بيه، والله مقتنع بيه يا نبال. كمل يا جو، انت كلامك صح وتمام يا اسطى. انت ممكن اسهل تخلي ابوها يلفها لفه هديه ويشحنها لك احسن. والله يا جماعه انا مش عارف انتوا ازاي واخدين الكلام بتاعي مش جد، والله العظيم واقسم بالله العظيم انا بتكلم جد. الموضوع بالتراضي بالظبط. انا يا جماعه هو انا داخل لاهلها واقول لهم انا غني وفي الاخر هروح اقول لهم انا مش هعرف اعمل فرح كبير؟ هندسه عندنا في الصعيد في الحنه لازم يكون في ذبيحه. لا ايه ليه لازم ده؟ ماشي الناس بقى المقتدره، انا بتكلم على الاقتداء يا جماعه. والله انا بتكلم عن الناس اللي معاش فلوس، الناس اللي على قدها. الفكره يوسف ان اللي على القد ده مش عدد اللي يوافق عليه. والله بص، انا فنان قبلتوني كسبت فنان، خسر ما قبلتونيش خسرت فنان. لا يعني انا هروح لناس شبهي، ناس قدي في المستوى الاجتماعي المادي، المستوى المادي. مش هروح اتجوز واحده اغنى مني. معاك يا جو بس بحب اتفرج وانت بتعصب ده. لما بيتعصب بيضحك. ما هو جد محدش قال كده، بس انك تحتفل في حدود الصح مش حرام يا حبيبي. الاغاني حرام، انك تسمع تشغل اغاني في الفرح وكل يسمعها. يا عم انا ساعات بشغل اغاني بس مع نفسي، باخد ذنوب انا مع نفسي. ليه اشغل اغاني واشيل ذنوبك انت؟ الفرح ومشروع الجواز عموما بقى شو منظره، فعشان تلاقي حد ما يفكرش كده صعب دلوقتي للاسف. اللي انت قلتيه بالظبط دلوقتي ايبك. الناس مش مصدقه ان انا فعلا اخد مراتي ونروح على المسجد نكتب في اللي عند المأذون ونروح بيتنا يبقى انا كده اتجوزت. الناس مش مصدقه. ليه؟ لان هم لازم شو وتورته وناس بترقص فرح وهي وهو والكلام ده. it doesn't make any sense ليهم ان واحد عادي ممكن ياخد زوجته على المسجد، او لو هو مقتدر هيروح في مكان حلو يأجره ويجيب اكله حلوه والناس تنبسط والكلام ده. وكمان هي في نفس طبقتي، هي ليه واحده في نفس طبقتي الماديه هتقول لي لا انا عايزه فرح في الفور سيزون؟ طبعا بقى احنا بقى طبعا اوعى تكون بقى بتقول لي انا في واحده غنيه قوي بتحبني والكلام ده، هروح ماسك ديت ومديها لك على دماغك. يا جو هو يوم في العمر لازم تعمل شيء حلو جدا جدا جدا؟ لا مش لازم. هو يوم انا هحتفل بيه انا وزوجتي في بيتنا. هو ليه بقلل احتفالي انا وزوجتي؟ هو ليه لازم انا وزوجتي نحتفل قدام الناس؟ طب ما احتفل انا وزوجتي في بيتنا، ان احنا الحمد لله ربنا وفقنا سوا. يبقى كده الاشهار كلفني 10000 جنيه ونص في خروجه العريس والعروس بعد كتب الكتاب. انت قصدك بقى الهاني مون؟ ابعت اللايف لابوها ازاي؟ لا حول ولا قوه. الناس يعني متعقده. والله يا جماعه كل اللي يقول لك الجواز صعب ومش الجواز صعب ده بيزيدوا عليكم. ابعته وبعدين قول لي سوري بالغلط. قول له سوري بالغلط اوكي. طيب الاشهار هاني مون مش عامل. طيب لا حرام صراحه برضه، يعني دي حرام ان انا اقول الهاني مون مش عامل دي. انت الحمد لله ما مضيتش قايمه دي، تتحسب ازاي الفالويشن بتاعي؟ لا انا امضي قايمه لو انا مراتي جايبه لي حاجه، لكن انا راجل هجيب كل حاجه في بيتي. قايمه ديت مش كاتبها. طب اسبوع في نويبع عايز تاخدها احبسها يا اسطى، انت متجوز زي ايه هاني مون مش عامل دي؟ يا جماعه خلاص بهزر الهاني مون حرام. لا انا بهزر. خلينا يا عم نعمل هاني مون. اخدها اسبوع دهب مثلا. اوكي طيب بادجت برضو خليه 10000، خليه 10000 ونص تمام. ونفس الاشهار. محدش يبقى اعرف ناس جايبه كل حاجه ولازم مكتر خيرك. انت عارف اسبوع نبدا تدفع فيه. بص الهاني مون ب 10000 جنيه تمام. سلام على الدقه ونص. معروف ان الجواز سنة الحياة. اول خطوة هنا في فلسطين عشان تتجوز يكون معاك مهر. المهر هي فلوس بتدفع لابو العروسة عشان الذهب وعشان الكسوة، بتتراوح من 3000 ل 19000 دينار، والطبيعي او المتعارف عليه 5000 دينار. فخلينا نعتبر نفسنا طبيعيين وزود لي 5 على الممتاز. يلا تعال انا اجيب مهر ولا شبكه ب 7000 دولار؟ مش عايز اتفرج يا نبال. ليه يا عم انا اجيب ب 7000 دولار وانا واحد فقير؟ عندنا هيك معلش يا نبال احنا ناس مش يا نبال والله انا يعني انا بتكلم على واحد يا جماعه فقير.
واحد فقير مرتبه 6 7000 جنيه في الشهر. شقه. انا بقول النكته في دماغي وبعدين بضحك عليها. هعيش هعيش عند بابا وماما. لا لا بجد. هجيب شقه ايجار مفروشه. يعني هجيب شقه ايجار مفروشه يعني وش لكن كتير. طيب هجيب شقه ايجار مفروشه. انا هجيب شقه ايجار مفروشه. ليه؟ 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 هقول لكم ليه. عشان اوفر ان انا ما اجيبش اجهزه كهربائيه ولا عفش ولا مطبخ. انا هجيب حاجه جاهزه. هجيب حاجه جاهزه يا باشا. شقه ايجار. يا جماعه انا 2 زمايلي متجوزين في شقه البنت في بيت عيلتها وباباها هو اللي جهز البيت وعندهم ولد وبنت دلوقتي واتجوزوا قبل ما نتخرج. حد يكون مفكر ان انا بحاول ان انا ابقى راجل على يعني ابقى راجل بخيل او راجل مش عايز اصرف. انا بقول واحد مرتبه 6 7000 جنيه 45000 جنيه ليه؟ هي دي 1000 جنيه في الشهر اهو. 1000 جنيه في الشهر. انت متاكد ان دي 1000 جنيه في الشهر؟ انت متاكد دي 1000 جنيه في الشهر؟ 45000 جنيه. امال كاتب 1000 جنيه ليه يا جدع؟ ده انا فرحت. ده ايه المستفزين دول؟ هشتمهم. كاتبين 1000 جنيه كذابين. ده انتوا كذابين قوي. ايه ده؟ 1600 جنيه يوميا. ارحمني يا نبال، يا نبال ارحمني. يا نبال ارحمني، ارحمني يا حبيبي، ارحمني يا حبيبي، ارحمني. ارحمني. انت بتعايرني بفقري ليه؟ 10000 جنيه. وريني ام 10000 جنيه دي. لا دي مش مفروشه. 900 جنيه شهريه اهو. 900 جنيه شهريا. وتعمل حبايب 3 هم. دي بدروم ديت ولا ايه يا جماعه؟ ايه الحمام ده؟ الحمام ده. يا عين البت هتتصدم. يا عين البت هتتصدم. ايه الحمام ده؟ 900 جنيه في الشهر. 180 متر. 19000 جنيه. 19000 جنيه. هم ليه يا جماعه؟ ايه كلها كليك بيت ليه؟ ليه كلها بقت كليك بيت كده ويكتبوا لك حاجات تقرف؟ انا خلاص. انا تعبت من الفكره اللي انا قلت لكم عليها. مش هتلاقي اقل من 10 في الشهر يا جو. هي شكلها كده يا معاذ فعلا. ما هو ده الفرش. ده الفرش يا بيكا. ايه رايك؟ حمام يا عمي. اه اه يا جو. ايه ده؟ بقول لكم ايه. هي هتعيش معايا انا وابويا وامي. مفيش حل غير كده. 10000 جنيه يوميا. 10000 جنيه شهريا. نشوف دي. لا ما هو بلاش الجواز مع العيله. بلاش الجواز مع العيله فعلا. لقيت الشقه. لقيت الشقه ب 10 يعني ب 9000 جنيه كمان. ب 9000 والله. شقه حلوه. والله شقه حلوه. والله شقه حلوه. فين بقى مكانها؟ في المعادي كمان. في المعادي. وهو لسه نازله. لسه نازله النهارده حرفيا. بس كده يا عم اهو 10000 جنيه. هي دي الشقه. وادي اوضه النوم اهي مالها. ومروحتين. هيجي لها مروحتين لحد عندها. عايزه ايه تاني؟
وفي تكييف، ده في تكييف اهو، ده في تكييف، انت عايز ايه تاني؟ بس كده. لقينا يا عم، بص احنا لقينا شقه ب 9000 جنيه، انا هقول لك 10000 جنيه. تمام. فلقينا الشقه، طبعا وفرنا بقى كل الكلام ده يا باشا، مالناش دعوه بيه. طيب مصاريف شهريه، قول 10000 جنيه زيهم، تصرف 10000 جنيه زيهم. احنا كده مبدئيا محتاجين واحد بيقبض له 20000 جنيه، $424. ليه؟ يدفع شقة إيجار 10000 جنيه ويدفع مصاريف شهرية 10000 جنيه. زيهم تأمين، صح، الشقة الإيجار ليها تأمين، السمسار بياخد شهر في تأمين وعربون لو مع ماشي ماشي، ضفت تأمين وسمسار، ضفت تأمين وسمسار. يا عم بيت أبويا 4 شقق عشان طبعا يا ابني، ما أنا لو أنا بصوا، أنا لو هقدر أتجوز في بيت أبويا وأمي، طالما بقى مفيش اخوات رجاله، مفيش اخوات رجاله ولا حتى اخوات بنات، انا لوحدي، لا هتجوز في بيت ابويا وامي يا باشا. نهار ابيض، كتير قوي يا جماعه. ماشي، يعني انت محتاج لك 200000 جنيه وتتجوز، محتاج 200000 جنيه تقريبا، ومحتاج مرتب 20000 جنيه. ده اقل حاجه، اقل حاجه حرفيا، انت كده على الحديده، انت كده دي اقل حاجه انت محتاجها عشان تتجوز. موافقيني يا جماعه ولا لا؟ يا جماعه هو انتوا ليه بجد مش موافقيني؟ يعني انا نفسي افهم انتوا ليه مش موافقيني بجد. هو انا ليه لازم اجيب اغلى شبكه؟ ليه لازم اجيب اغلى شقه؟ ليه لازم اجيب الحاجات دي؟ ما انا هبدا من الصفر. طب ما انا بالنسبه لي احسن ما اتجوزش، يعني انا الصراحه احسن ما اتجوزش، ده رايي. بس انا ليه لازم اجيب فرح واجيب معازيم واجيب ناس بتغني وناس بترقص؟ ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ انا هتجوز على قدي، محدش يقول لي رقم، انا هتجوز على قدي. هو انا لو معايا ادفع ايجار 100000 جنيه في الشهر، او ولا اشتري شقه عشان اعيش فيها حتى لنفسي، فكك من مراتي. عشان اعيش فيها لنفسي، مش هعمل كده، اكيد هعمل كده. فتخيل بقى لما انا اتجوز، تخيل لما انا اتجوز، لازم طبعا اعيش مراتي في احسن حاجه اقدر اعملها. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ تعرف بتبدا من الصفر، ممكن اقل من كده برضه، وفي ناس بتقبل اقل من كده ومبسوطين كده فوق ما انت تتخيل. بالظبط يا عموره، والله ده اللي انا بحاول اوصله يا جماعه.